سيبك بقى من اخوات الكتيبه ولا لايك ولا اشتراك ولا الكلام ده. شفت الحراميه، شفت اخوات الفينات، واد حرامي والله، واد على كيفك يعني. الزمالك جايب لنا حرامي والله، جاي مش جايب لنا لاعب كوره. الواد بيشوف الملعب كانه حبل غسيل، يشوف الكوره كانها هدوء، ياخد الكوره من هنا يمسك لعيبه المصري يهلفت فيهم، يديك سرو، يديك انفراد، يديك اسيست. انت وضميرك بقى عاوز تجيب اجوان، عاوز تضيع. الواد يا جدع حاجه غريبه الشكل. في كلام يعني ما ينفعش نقوله، بس هنتكلم بالراحه شويه. ما لا يشكو الناس لا يشكر. تقول لي ليه؟ زيزو متشكرين يا باشا مع السلامه. والله مع السلامه. تقول لي ليه؟ بص يا سيدي، كان هاجي الزمالك من كتر ما هي عاطفيه، وقلنا الكلام ده مليون مره، قعدت تدعم زيزو وهو مستواه اقسم بالله ما عارف يستلم ولا يسلم. النهارده متشكرين، شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا جميع الاهلي. والله يا جدعان ده احنا جالنا لاعب هيهلفتكم، ماتشكم جاي وقعدت هلفته واحد وقت. بس اهدوا علينا يا جدعان، اهدوا خلي بالك بس. اقسم بالله الزمالك ده لو سكواده كامل شويه لهلفت الدوري المصري. الواد يا جدعان حاجه غريبه الشكل. الواد عايز حمل غسيل، عدي يمين شمال اوب 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 يلا مع السلامه جول فوت يا حكايه. اقسم بالله فالزمالك بيكسب المصري في مباراه كويسه، مباراه هربانه شويه من الدوري الانجليزي في بدايتها. الزمالك عامل مباراه كويسه جدا، لكن مدرب عنيد والله العظيم، مدرب عنيد فوق ما تتخيل. ليه؟ انا مش عارف ليه ادم كده وينج شمال، الله اعلم. لكن تعالى نتكلم في اللي طلعت واتحرق دم امي فيه. محمد اسماعيل، لا قلت لك يا عم هنا في القناه بدل مره ويقولوا اثنين وثلاثه. محمد اسماعيل ده ما يقعدش. محمد اسماعيل ده اكتر لعيب في مصر بيعرف يطلع بالكوره من ورا لقدام. محمد اسماعيل عيل رايق، عيل قلبه ميت، بيفكرني بمحمد عبد المنعم. هتعدي من هنا اعدي، هتعمل اسيست من هنا هعمل، اطلع كوره هعمل كل اللي انت عاوزه. راجل حكايه. الراجل ده لو خد حسيت الماتشات واستمر في اللعب ده، مش هقول لك احسن لاعب في مصر، هيقول لك احسن مدافع في افريقيا. محمد اسماعيل ده هو محمد عبد المنعم الجديد. بص مش هقول لك هيتفوق محمد عبد المنعم، لكن خلينا لسه قدامنا شويه كتير على الموضوع ده. لكن الراجل اثبت نفسه. هيجي يقول لك يا عم من ماتش، مش من ماتش، رجع لزد، رجع لفيديوهات لما طلعت قلت لك محمد اسماعيل ده من اكتر اللعيبه المهمه اللي الزمالك عاوزها، عشان بيطلع بالكوره من ورا لقدام. الراجل عاقل جدا، الراجل دماغ جدا. محمد اسماعيل عمل مباراه كويسه جدا، وطلعت الحمد لله. قلت لك صلاح الدين مصطفى محمد اسماعيل من اللعيبه اللي بتعرف تطلع بالكوره لقدام. لكن الزمالك مخوفني. لكن تعالى نتكلم الحته دي قدام شويه، لان في بعض الناس عاوز اشكرهم وفي ناس عاوز ادعي عليهم. ليه بقى؟ بص يا سيدي، ناصر ماهي ربنا يحاسبك، والله ربنا اللي يحاسبك على الموهبه اللي عندك ده بهدوءك مش عايز بهدوءك، مش عايز اقول لفظ في اللفظ اسمه ايه، مش عايز اقول لك لفظ والله، لكن بان انت بتضيع مجهودك عشان خاطر المزاج، انت بتضيع نفسك. ربنا يحاسبك يا ابني. وانت المفروض اصلا تعدي ناس في مصر بتاخد ملايين الملايين اكتر منك، بس عشان هم مش بيلعبوا على النفسيه شويه، بيلعب كوره واخدها شغلانه، انت بتتمتع وبتمتع. لكن مش هينفع ماتش انت سوبر ستار وماتش تاني مالكش يا ناصر. انت عامل مستواك كويس. ناصر ماهي مستواه وهو حتى في الاهلي والناس عارفه الكلام ده كله يأهله يلعب في ادخل حته. ناصر ماهي لعيب مزاجي، وده اوسخ عيب فيه، ده اوسخ عيب في ناصر ماهي. فربنا يحاسبك يا ابني، ربنا يهديك لنفسك. انت لعيب كويس جدا وتعيب تقدر، والنهارده صنعت الفرق. لكن انا عايز بقى اقف 30 سنه، مش 30 يوم ولا 30 ساعه ولا 30 دقيقه ولا 30 ثانيه، 30 سنه احتراما لعبد الله. ايه يا عبد الله ده؟ ماتش يا ابني ماتشات الاسماعيلي، ماتش ايه يا عم ده؟ لو اتعرض عليا ادخل لعيب النهارده في ماتش الزمالك والمصري ما ينزلنيش. عبد الله السيد عمل ماتش من اهم الماتشات، وطلعت الحمد لله. طلعت قلت لك بنتايج ده من اهم الصفقات في تاريخ نادي الزمالك. بنتايج ده اللي عبد الرحيم دغموم في المستوى الاون فاير بتاعه في الموسم البرايم بتاع عبد الرحيم دغموم، بنتايج حطه في جيبه. قلت لك بنتاج ده بقى عيبه الوحيد في حوار العرضيات، لكن بنتاج ده لعيب مزاجي ورايق وعايق وحط تحتها مليون خط. بنتاج من اهم اللعيبه اللي بانت قوي في ماتش الزمالك والمصري. نعم بنتاج باين من ساعه ما جه، والناس طلعت وطلبت مجلس اداره انه يفعلوا عقد الشراء لحد الزمالك فعلا نفعل عقد الشراء. لكن في لعيب انا ليا كلام كبير جدا معاه والله، وانا اكتر الناس انتقدته، اكتر الناس طلبت بحيله هو لاعبين اثنين، هو محمد صبحي بيقدم مستوى كويس جدا جدا واستمراريه المستوى كويس والكلين شيت، ومحمد صبحي عامل مستوى محترم. لكن اللعيب اللي بصراحه احرجني جدا من بدايه الموسم ومستوى وتركيز الملعب هو نبيل عماد دونجا، اللي بيرجع دونجا اسما ومسمى لمستواه. نبيل عماد دونجا اللي غيابه في ماتش خلى الزمالك يخسر. نبيل عماد دونجا اللي مستواه راجع اون فاير. ولو جيت تاني الزمالك محتاج اللعيبه دي تثبت على المستوى وهيقدمها له كويس. هيجي واحد عامل ده من ماتش كسبته، اقول لك بص يا سيدي الزمالك طبيعي زي ما انت في بدايه الماتش عيب المدرب بتاعه ده، وانا قلت ان جون ادوارد جاهز البديل. الزمالك عنده مدرب عنيد 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 فوق ما تتخيل. كان ممكن يبدا الماتش بادم كايد عندك البدله ويلعب بفتوح قدام بنتايج، لكن هو اختار الحاجه اللي هو شايفها من وجهه نظره صح وكسب. لكن ادم كايد هيحرقه
هيحرقوا. ادم كان ما بيلعبش وينج شمال، بيلعبها لو الزمالك محتاجه او في، لكن انت النهارده عندك لعيب احسن منه هيفيدك ويديك اريحيه وي 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 وفتوح ما لعبتوش. انت النهارده بتاع نفسك وهتخسر نفسك. فرساله جون اودو انا قلت لك وهفضل اقولها لك، مدرب كويس ينقصه الخبره وتلاقي جاهز البدل بتاعه. في النهايه الزمالك كسب في مباراه اهم حاجه فيها هي الثلاث نقاط، لان الزمالك اعتقد من موسمين اثنين اعتقد لو الذكاء مش خلاني ما كسبش المصري في الدوري. انتصار كويس هيديك ثقه وهيديك اريحيه، وانت راجع برضه بعد توقف دوري وعملت ماتش كويس النهارده. ماتش ذاك كان هو الاحسن فيه من المصري، اللي المصري عامل موسم محترم. في النهايه انا مش عايز اقول لك لايك واشتراك لان ما حدش بيعمل، لكن لو عجبك الكلام وكنت معايا في رايي فاعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس. ما عجبكش رد عليا في الكومنتات ورايك فوق دماغ محترم. والسلام.